لو محتار تشتري يعني عجلة، ففي الفيديو دوت هقول لك ازاي تختار العجلة المناسبة ليك، وده تاني فيديو من سلسلة اختار عجلتك صح. كل ترس وله حكاية. البس الخوذة، يلا بينا نبدأ فيديو جديد على قناة ميكانيكي بايك. قبل ما تروح تشتري اي عجلة لازم تبقى عارف الغرض من الاستخدام. يعني انت هتجيبها لسفر، هتجيبها لشغل، هتجيبها ان انت تنزل بيها كل يوم، هتجيبها ان انت تتمرن بيها، على حسب الغرض، على حسب نوع العجل اللي انت المفروض تجيبه. والانواع اللي عندي هي: اول نوع معايا هو الرود، تاني نوع معايا هو الماونتن، تالت نوع معايا وهو هجين ما بين الرود والماونتن وهو الهايبرد، رابع نوع معايا وهو الاي بايك او العجل الكهرباء، خامس نوع معايا وهو السيتي بايك، واول نوع معانا وهو الرود بايك. والعجل الرود بيمتاز بان هو سريع وخفيف وسلس معاك، والعجل دوت مخصص للسباقات. ومن عيوب العجل دوت ان الطرق بتاعته لازم تبقى مستقيمه وما ينفعش طرق مكسره. والعيب التاني ان هو التحمل بتاعه قليل شويه. وتاني نوع معانا وهو العجل الماونتن او العجل الجبلي. والعجل الجبلي ده بيمتاز بالقوه والصلابه والمتانه، والكاوتش بتاعه بيبقى عريض وبيستحمل اوزان عاليه. والعجل الجبلي مخصص ان هو للمشاوير وللنزهه الخفيفه. والعجل دوت من عيوبه ان هو وزنه تقيل وبيحتاج مجهود كبير عشان تسوقه. وتالت نوع معانا وهو العجل الهايبرد، وهو هجين ما بين الماونتن والرود، بيجمع ما بين القوه بتاعت الماونتن والخفه والسرعه بتاعت الرود. والعجل دوت مصمم ان هو تروح بيه الشغل او ان انت تقضي بيه مشاوير. والعجل دوت سلس جدا وخفيف جدا معاك، وفي نفس الوقت متين شويه عن الرود. ممكن يبقى من عيوب العجل الهايبرد برضو ان هو ما بيحتاجش طرق مكسره، فلازم الطريق يبقى متسفلت. بس الرود بتبقى اقوى شويه او اصعب شويه في الموضوع دوت، الهايبرد بتبقى اقل شويه. ورابع نوع معانا هو الاي بايك او العجل الكهرباء. والعجل الكهرباء دوت ما بيحتاجش اي حاجه، هو عباره عن بطاريه ليثيوم. البطاريه دي بتبقى متركبه في العجله من قدام، بيبقى فيه 3 سرعات او 4 سرعات على حسب نوع العجله. وبيبقى قبضه تلفها العجله تمشي، والموضوع سلس جدا وسهل. والعجل ده بيبقى سعره عالي شويه عشان هو كهرباء. خامس نوع معانا وهو الاخير وهو السيتي بايك او العجل الوان سبيد. والعجل دون بيبقى عباره عن ترس واحد خلفي وترس واحد امامي. العجل السيتي بايك دون اشهر حاجه فيه بتبقى للعجل البنات، عشان هو بيبقى سلس كده وبيحتاج ان هو تنزل بيه نزهه واحده، ما بيحتاجش ان انت تنزل بيه كتير. وفي الاخر بتختار عجلتك على حسب شخصيتك. لو انت واحد بتحب السرعه يبقى رود، لو الطرق بتاعتك مكسره يبقى ماونتن، لو انت بتروح الشغل او الجامعه يبقى هايبر، لو انت بتحتاج ان انت تبذل مجهود اقل يبقى العجل الكهرباء. ولازم تبقى عارف يا صديقي ان اختيار العجله الصح بيبدا من الغرض من الاستخدام، مش بيبدا من السعر. وزي ما انت عارف ان كل ترس وليه حكايه. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.